جرب لنا بزجاج ولا بموس. هي في كل الحالات ولا احيانا انت بتعملها ولا ممكن في اي لحظه؟ طوال انا قاعد اكلها. ممكن على طول تاكلها؟ طوالي باكلها. بتحس بشنو يعني لما تاكلها؟ زي في حاجه ناقصه لما اكلها بكون 100 100. وبالذات امشي الجبن اشرب جبنه لازم اكل كوبايه. مشيت مناسبه لازم اكل كوبايه. نفس الشيء بجد بالليل مميل ما قادر انوم لازم اشيل كوبايه اطلع برا امشي اكلها. طب الهنا والشفا اتفضل. يديك العافيه. دلوكم بكوبايه الشاي ده. دي ببلعها كده طبعا. دي شنو؟ ببلعها كده. تبلعها كده؟ وريني لسانك. ما في جروح ما في حاجة؟ دكتور الحاجات دي بتجرح، تفسيرك لا شنو؟ زول يبلع زجاج من غير ما تعمل له حاجه. هي تعود. انت كويس يا سراج؟ عايز مويه ولا حاجه؟ انت ذاتك لو جربتي ممكن. جرب مين؟ جرب مين؟ انا منه هو مرعوب. هي التفسير ده شو التفسير العلمي لها؟ هي التفسير العلمي هي تعود. هو عنده مقدرة على افعال حاجات يعني فوق العادة. يعني ما كان في حاجه، ما في ردود سلبيه لها؟ والله الموس ما جرحتني لكن جرحني التلج بس. يا اخي التلج جرحني. انا كنت عامل برنامج جابوا لي كميه من حاجات من ضمناتهم جابوا لي التلج. اكلت ده كويس لكن لما اكلت التلج جرحني في اللسه بجوا. دي المره الاولى. المره الثانيه برضه كنت في الانجيليه برضه عامل برنامج. كان اللمه بتاعت الناس كثيره. باكل تقريبا كان في 6 كوبايه. في كوبايه باكل فيها، في واحد قام قال لي اصله بتاكل في قشاره يد. لما عملت كده جرحتني النص هنا. يا ده عين قويه زي ما بيقولوا. دي الحاجه الثانيه. يعني هسي لما بقيت اعمل برنامج بكون عامل حسابي شديد. طيب انا شايفه برضه في رمل وطوب هنا ما عارفه برضه. احنا نخلي سراج وهو بيتناول في الجيلي لغايه ما يصل لسلطه الفواكه.